كيفكن حبايبي؟ واليوم رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم الوصفة باستا بالدجاج. هلا رح تشوفوا طريقة التحضير. هلا عندي فلفلة ملونة حلوة طبعا، الأحمر والأصفر والأخضر، وبدي كمان حبة بصل مقطعة لشرايح، وبدي شي 6 أسنان توم مقطعين ناعمين، قالب أشقوان مبروش، فطر، تقريبا كيلو من صدر الدجاج، معكرونة كيلو، هلأ رح احط زيت ونبلش نطبق طبختنا لليوم. هي حطينا الدجاج، هلأ بدنا نقليه مع البهارات طبعا. عنا بابريكا وكركم وأوريغانو وملح، معلقة تقريبا. وأنا هون ضفت بهارات شيش كمان معلقة. هلأ متى ما تقلوا صاروا جاهزين معنا، هلأ رح اقيمهم حطهم بصحن، لأنه بدي اقلي بقية المكونات بنفس الطنجرة. هلأ رح نزل الفليفلة والبصل والثوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لا تنسوا تحطولي لايك للفيديو. هلأ مثل ما شايفين رح نتركهم يتقلوا شوي. هلأ بننزل عليهم الفطر طبعا بعد ما تقلوا شوي يعني. هلأ بنزلنا الكريمة، طبعا أنا هلأ رح نزل الكمية كاملة، بس للتصوير بنزل شوي شوي. هلأ بعدين نزلنا الدجاج، هلأ المعكرونة، وآخر شي الأشقوان. هلأ رح نحركهم لين ما يدوب معنا الأشقوان، وهيك صارت وصفتنا جاهزة والباستا تبعنا صارت جاهزة. بتمنى تجربوها وتذوقوها وتعطوني رأيكم فيها وتحبوها. لا تنسوا اعجاب بالفيديو واشتراك بالقناة كرمال تكبر عائلتنا اكتر. بحبكن خيرات الله. بشوفكن وين وامتى بالفيديو القادم. سلام.